أكون صريحة، أول مرة أقولها كنت في علاقة عاطفية في حياتي دمرت جزء كبير من ثقتي بنفسي، وما حد يعرف هذا الشيء. دمرت ثقتي بنفسي إلى جانب أنه الشغل والنصوص اللي كانت تجيني، فكان كل شيء تقريبا رمادي. شغلي، حياتي، شخصيتي، حياتي العاطفية. وكنت مفكرة دائما أن الحياة العاطفية لما احنا نتكلم عنها دراما، أنه يعني إيش أثرت فيني ولا دمرتني ولا خلتني أتدمر في مجالات ثانية وأنا أقوى من كده. لا لا، مو أقوى من كده، بس تطيحي. شو اللي شالك بعدين؟ صحيت من النوم جاني كف وصحيت، قلت أسيل أنت مو كده. وسبحان الله مجرد ما تغيرت، يعني شوفي في الجمل اللي دائما نسمعها في السوشيال ميديا، عرفتي اللي لما تتغيري من الداخل الكون يتغير؟ كنت أقراها ومقتنعة فيها، بس مو قادرة أطبقها لأني مو قادرة أتغير من داخل، أو معتقدة أنه أنا تغيرت من داخل. لا، بس مجرد ما فعلا صحيت شديت نفسي جاني ضي. بس أنتي اليوم بحكم معرفتي فيكي أقوى بكثير من أول. سهل إنك تقولي أنا قوية إلين ما يجيكي كفي طيحك، عرفتي؟ سهل إنك تقولي رح أعرف أتصرف في هالموقف لو صار، إلين ما يصير فعلا. سهل إن إحنا ننظر أو إنه إحنا نتوقع صح. إيش ممكن نسوي إلين ما نعيش التجربة فعليا. زمان كنت أقول لك إيوه أنا قوية، بس في مواقف معينة ما كنت أقدر أتصرف. اليوم أنا أوعى، والوعي عندي أهم من القوة، لأنه الوعي هو اللي حيخليكي تعرفي كيف تتصرفي في بعض المواقف، مو القوة. أحيانا ممكن تتصرفي بلين وبهدوء، بس عندك وعي، أنت عارفة وين تحطي الأمور في مكانها الصح، وعارفة كيف لازم تتصرفي، عارفة متى لازم تبكي ومتى لازم توقفي. يعني قصتك بفيلم ضي هي حقيقة شبيهة فيكي، الكفوف اللي أكلتيها، بس هي بالأخير بالفيلم الحياة بتعطيكي قبلة على راسك وبتقلك you had enough. في حياتي الحقيقية ولا في ضي؟ لا، الحياة الحقيقية. في الحقيقة أعتقد أنه لا، أنا قررت أني أبوس الحياة وأقول لها أنا آسفة، سامحيني على اللي سمحت أنه يصير لنفسي، وأنا اللي قويت فتغيرت كل الأمور. زي ما قلت لك، أنا مجرد ما قويت ووقفت فجأة كل الأمور انحطت كذا، ترتبت، عارفة زي البازل اللي كل شيء الصورة بدأت توضح، الألوان بدأت تصير واضحة. هي كانت موجودة طول الوقت حوالي، بس أنا ما كنت شايفتها.